أكيد ضرر من أخن خي تخزيان المخبى قد همزمخ يمتممخ فقرات تخلقت دين من خرز الصبرة أثرى وأكيد مختمرا بشرايط خلقت بتهاويلا إديوم لو أتخلقت دين بتهمزمخ بيه أون إلى باست رقمة عرصاثة أو رقم الطوارئ تشم وخدسر أكيد بتمستقبلخ أرخن ميقرا جو استوديو تيمون همزمخ من باز دهملوها. طبعا رحب بحضرتك سيادة العميد الدكتور رائد عبد الكريم مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية 911. صباح الخير. صباح الخير علينا وعليكم وعلى جميع جمهوركم الكريم من هذه العدسة المتميزة. شكرا جزيلا حضرتك. طبعا سيادة العميد خلينا نطلع بتقرير نشاهد عن محور حلقتنا ونرجع. مشاهدينا الأحبة نطلع وياكم تقرير نشوف عن رقم الطوارئ 911 بهذا التقرير ونرجع حتى نكمل نقاشنا مع سيادة العميد. خطط عرصاثة تشم وخدسر إلى من تشمشياثة أننقاية تبشلونا مقروة بخكمة دولياثة جو علمة كاد بايش مبلخة لعواذة أمينوثة عم يهلت عرصاثة مخ الشرطة ويهلت مدعخة يقدانة وعداناثة إيقوثة جو عراق سنقتل مع زستد تخصى أطرايا لمقابلتا قالوا الواثد أي كنواثة دسني قوثة البوت ما بريتا دسنتا قالولتا قابر أطراية بعد داناثة قتشة أو زلهازة تشعيتا دمشاريتا دآها تشمشتا جو عراق مشوريلا تشمشتا تعرصاثة جو عراق البوت مطعوتا تشينا جوانايا البر أثراية إينا آها تشمشتا إيوتكلتا على خطوطة عرصاثة دكتاناية ورقمة لم خيدة بشورايا وخطت عرصاثة تشم وخدسر تاولايا بش لبليخة بهنيخة بنيخة بخكمة بنياثة مديناية جوري عم قنطرنتا على مطورنتا تخصى بش زودة جو بغداد ومديناثة راور وخينة نيشة من خطوطة عرصاثة تشمو خدسر إلى مبشطة دمطايا اليهلت عرصاثة أو تشمشياثة شرطة ويهلت مدعخته بأرخى قالولتا وباعلتا إن بعد دانت قنطة أو يقدانة وأي كنواثة خينة لم خميتة ناشئ وروخاتي وملكاني. بتاريخ 9/1/2025 من هذه السنة تم افتتاح مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية 911 بعد استحصاء الموافقات القضائية والإدارية برقم 911 يكون ملك لوزارة الداخلية حصرا. هذا المشروع هدفه أمني وإنساني وخدمي لجميع مواطنينا في العراق. قامت مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية بالتوعية للمواطنين وبإعداد أفلام وتقارير بالإضافة إلى اللقاء مع القنوات الفضائية والمروجين من أصدقاء الداخلية والكثير من الحملات الإعلامية التي قامت بها دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية. سويابت كلينا أباثت خطت عرصاثة أتشم وخدسر جو عراق سنيقة لي خكمة بنياثة جو عراق البنيانة تختايا ألصايا لمباعلتت آها خطة كلائيث مخ شباكة دسويسوثة مطورانة أو مشرياثة وأبسنيقة لي الموالة وسنادة خكمايا إينا باصروت سنتا ماليتا من جيب خكمة كلايلي أباثت مرخوشة آها تشمشتا وآباء الصايوث دراشوثة مبلخانة الخطة مبصرتا من غلطة هاوي بعدانا دمقابلتا دقريتا تليفونيتا ورابا من بر أطراية سنيقة لي الميدعتا بآها ملوءة وآها تشمشتا مطل مبلغته بأورخة رستا سبرتلا من خكمة بمروختة بالخانات تشمشتا تعرصاثة أتشمة وخدسر بدعتد تبيشة برستا بكل بنياثة عراق ومطعوتة دراشوثة كاديرة أمناية وآبم طورنتة تكنولوجيا بقبلتة دقرياثة تليفوناية شق من هادخ مقويتة دمشوتوبة عممطاك سياثة ولاية التخلبتة يدعاثة ومبريتة دسنتة أمنيتة المطعوتة دا تشمشتة وآها تشمشتة إلى باسوعتا أننقيتا صوب مطعوتا دقبلتا تعرصاثا جو عراق آبن من سويابي المبريتا دا تشمشتا باعولتا كم هيرا بن باسيتا بعد دانت قنطة ومبصرتا نخياني.
ورجعنا وياكم مرة ثانية مشاهدينا الأحبة حتى نكمل حلقتنا لهذا اليوم. وأكيد مثل ما ذكرنا قبل التقرير أنه محور حلقتنا هو عن تفعيل خدمة خط أو رقم الطوارئ الموحد 911. وأكيد ضيفنا بالاستوديو سيادة العميد دكتور رائد عبد الكريم مدير مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية. أهلا وسهلا بك مرة ثانية. سيادة العميد، بداية نحب نعرف كيف تولدت هذه الفكرة لدى وزارة الداخلية بإنشاء هذا الرقم الموحد، رقم الطوارئ 911؟ خوش سؤال. في وزارة الداخلية موجود أكثر من 26 رقم ساخن يعمل لاستقبال مكالمات المواطنين لمختلف الخدمات. تولدت الفكرة لأنه أكو كثير من المواطنين يتصلون على حالة معينة، على حالة طارئة، وما يكون اكو تنسيق بين بعض الدوائر مع بعضها. ايضا خلال الزيارات المحافل الدوليه والدبلوماسيه اللي قامها معالي وزير الداخليه المحترم في الدول الاوروبيه والاسيويه، لاحظنا انه موجود ستاندر عالمي، انه موجود رقم طوارئ لكل دوله ومعتمد ضمن بروتوكولات معينه. نعم. هذا سوى الدافع لبدايه هذه الفكره، وعلى أثرها تشكلت لجان مختصة. كوادرنا الفنية بالوزارة كان لها الدور البارز في عمل وتصميم هذا المشروع، وتم توحيد جميع هذه الأرقام في رقم واحد اللي هو 911 اعتمادا على الستاندر العالمي في كل الدول. نعم، مرحبا بحضرتك وصباح الخير مرة ثانية سيادة العميد. سؤالي هو عن نوع الخدمات التي يجمعها هذا رقم الطوارئ أو التي يقدمها للمواطنين وللزوار أيضا في البلد. طبعا مثل ما تعرفون أنه المواطن من يتعرض إلى أي حالة خطرة أو إصابة أو حالة طارئة راح يصير يوم متعرض لإصابة معينة، لربما تكون عنده توتر، نعم، أو عصبية أو حالة هستيرية أو فاقد للوعي في بعض الأحيان. هذا يصعب عليه تذكر كل هذه الأرقام. موجودة صحيح. رقم للإطفاء وللإسعاف وإلى آخره. هذا دعا الحاجة إلى أنه تختصر عليه الوقت ويقلل التشتت والذهن والتركيز. بعض الأحيان المواطن ما يتذكر رقم الإطفاء أو يتذكر رقم الإطفاء لكن يتصل على حالة تخص سرقة وهو متصل على إطفاء، يعني جهة نعم. مختلفة، فماكو تنسيق ويسبب تأخر بالاستجابة. لذلك أنه الآن تحول إلى رقم واحد، المواطن ما يحتاج يتذكر أرقام متعددة ولا يحتاج يستفسر شنو رقم الشرطة أو شنو رقم الإطفاء أو المرور، يتصل على 911 فقط. وعلى دور هذه المديرية التخصصية الاستجابة لأي حالة هو عنده وتحليلها وتوجيه الجهات المتخصصة للعمل. نعم. نعم. أي طبعا. سيادة العميد، طبعا بعد انطلاق هذه الخدمة ومثل ما ذكرنا بالتقرير تزامنا مع عيد الشرطة، نعم. طبعا الجهود اللي بذلتموها حتى تعرفون المواطنين عن هذه الخدمة. كثير من الدعم الحكومي في وسائل الإعلام الحكومي. هذه مو أول لقاء عندنا في القناة العراقية، حضرت القناة أيضا عدة لقاءات في مقر مديرية استجابة السيطرة المركزية لغرض توعية المواطنين لاستخدام هذه الخدمة اللي هي تكون مجانية. أيضا كثير من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الحكومي المدعومة في توعية المواطنين، ودور مديرية ودائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية كانت بارز في نشر التوعية والثقافة للمواطنين في الكثير من المؤتمرات وكثير من اللقاءات. عندنا ورش توعوية في الجامعات وفي المدارس، يخرجون كوادرنا من المديرية لتوعية الطلاب وأثناء دروسهم لغرض نعم. استخدام هذا الرقم. أيضا الكوادر الإعلامية لدائرة العمليات تخرج في زيارات المليونية. كانت كثير من الحملات الإعلامية تعرفين في مراحل التجمعات الرسمية والمهرجانات الرسمية تحتاج المواطن إلى الوعي وتشوف تكون كثافة سكانية في نقطة معينة، هذا يسهل عملية لربما في هذه الأماكن يعني نعم. تكثر الحوادث. تكثر الحوادث أيضا، فقدان بعضهم، أحد يفقد الآخر أو يتعرض إلى إصابة أو حادث سير. إضافة إلى ذلك إحنا الإعلام الحكومي عندنا مواقع تواصل الاجتماعي، وأعدينا الكثير من البوسترات والبروشورات التوعوية اللي تتوزع على المواطنين.
جهود مباركة. نعم أكيد. سيادة العميد، حدثني عن اللغات المتوفرة، يعني هل مثل ما كلنا نعرف بلدنا العراق الحبيب متعدد المكونات، متعدد الطوائف واللغات أيضا واللهجات بما ضمنها، هل متوفرة ممكن شخص ما يتقن اللغة العربية بشكل جيد متوفرة أو لكل المحافظات؟ بالضبط. في مديرية استجابة موجود مترجمين ل5 لغات، موجودة اللغة الإنجليزية واللغة الفارسية واللغة الكردية والتركية إضافة للغة العربية. يعني أبسط مثال، عندنا قبل يومين زارنا تشرفنا بزيارة السيد السفير التركي في بغداد اللي في العراق، فكان منبهر بالتطور والبنية العمرانية والأسلوب العمل اللي تحول من الورقي إلى الإلكتروني، وعلى أثرها هو حاول يجرب أنه يتصل بال911. فمن اتصل تفاجأ أنه استقبل المكالمة أحد كوادرنا اللي يجيد اللغة التركية. فتعرض إلى صدمة، قال معقولة يعني أنا بالعراق وهذه الخدمة ما أعرفها وبلغتي الأم؟ فهذه اللغات ساعدتنا في كثير من الحالات اللي وردت للاتصال ب911. ربما يكونون تجار بضائع، رجال الأعمال، تعرفين الشركات اللي تشتغل الآن في الطرق وفي النفط وفي الزراعة وكثير من المشاريع اللي تنفذ في الموانئ، كلهم أجانب، منهم من الصين ومنهم من باكستان ومنهم من تركيا ومن غير دول. إضافة لذلك احنا عندنا زيارات مليونية في مراسم الشعائر الدينية، كثير من السواح من الدول المجاورة تحضرنا اللي هم يتحدثون باللغة الفارسية، يتعرضون ربما لحادث سير، ربما فقدان هاتف، لربما يوصل منطقة ما يندل هو وين، يعني يفقد الطريق، فيتصلون على 911 ويتفاجئون أنه الخدمة موجودة من وزارة الداخلية. نعم، إن شاء الله أكو خطط مستقبلية ندرج لغات أكثر، مثلا الكردية والسريانية. طبعا بالضبط، الكردية موجودة عندنا. نعم. والسريانية احنا نطمح إذا موجود أي أحد من كوادر وزارتنا يجيد اللغة إن شاء الله ينضم إلى العمل في مديرية. إن شاء الله موفقين يا رب. طيب سيادة العميد، يعني تشرح أنه يعني يستخدموا بعدة لغات، وهذه آلية الاتصال شلون تكون مثلا في حال كان الهاتف مغلق أو خارج نطاق الخدمة وهذه الأمور كلها؟ يعني كثير من المواطنين هم سامعين بال911. نعم. ويحاولون انه يحفظون رقم التليفون. يعني انا اشوف بعض النساء الكبار بالعمر يحفظه كرقم كجهة اتصال انه 911 ويخزنه نقرة واحدة فقط، ويخزنه في جهات الاتصال على انه هذا رقم الشرطة. الموضوع مو بهالتعقيد. يعني هسه اذا اخذ تليفون حضرتك او اوضح لكم، هسه هو الهاتف الحضرتك ست وبرمز دخول يعني حاليا وببصمة وجه مثل ما تعرفون الأجهزة الحديثة. فالشخص من يتعرض لحالة طارئة، لربما أخ بالبيت صغير، لربما الابن ما يعرف رمز الدخول اللي يخص التليفون والدته أو أبوه، وربما حالة طارئة أو حريق أو فاقد الوعي. فمصمم النظام أنه يستجيب للطارئ بأسرع ما يمكن ويقلل التعقيد للمواطنين. فالتوعية تكون للأطفال وللأمهات في البيت أنه مجرد يحاول يفتح رمز الدخول ما راح ينفتح. موجودة في أسفل الشاشة كلمة الطوارئ مباشرة 911 وراح يتصل. فراح تلاحظون كثير من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نتصل ب911 حتى نتأكد انه الخدمة شغالة وشنو الخدمات اللي متوفرة عندكم. اي نعم استاذ، الان خدمة رقم طوارئ الموحد في مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية 911 بوزارة الداخلية جمهورية العراق، وبالامكان استقبال اتصالات المواطنين على مدار 24 ساعة باليوم لكافة محافظات العراق بدون استثناء. ونستقبل الشكاوي للمواطنين والحالات الحرجة والطارئة والأمنية والنجدة والإسعاف والإطفاء والحالات المشتبه بها مثل المخدرات أو الابتزاز الإلكتروني أو الشرطة المجتمعية أو الشكاوي على السيطرات الخارجية. وبالإمكان الاستفسار عن إجراء المعاملات فيما يخص البطاقة الوطنية والجوازات
وشكاوى المواطنين. توم ابو عشي استاذ. شكرا لخدماتكم، شكرا يا استاذ. الله يحفظك، شرفتوا. الله يبارك بجهدكم واشكرك. الله يبارك فيك استاذ، نشكر اتصالك. اهلا وسهلا. طبعا نشكرك على هذا التوضيح. هذه احد كوادر المديريه حاليا العاملين اللي هم عد وضحوا لحضراتكم وللمواطنين. مثل ما قلنا أكثر من 26 رقم ساخن تم إغلاقه وتوحد في رقم طوارئ مركزي معروف ضمن الستندر في كثير من الخدمات اللي قدموها، النجدة، الشرطة والإطفاء إذا كان أكو حريق، والإسعاف إذا كانت أكو إصابات، والمرور في حالات الحوادث المرورية. إضافة إلى ذلك موجودة مديريات تخصصية تتعامل مع الابتزاز الإلكتروني والمخدرات، والشرطة المجتمعية أيضا أحيانا تكون مشاكل عائلية تكون في العوائل، ما يحتاج أنه تدخل قوة لحل هذا النزاع. أكو مديرية مختصة تخص الشرطة المجتمعية مختصة في مشاكل العوائلية، المديرية شؤون العشائر اللي تخص المشاكل العشائرية، الأسرة والطفل ما يخص توعية الأطفال في عمل تربيتهم في البيئة المنزلية. إضافة لذلك كل ما يخص الشكاوى والاستفسارات اللي تخص عمل كوادر وزارتنا حصريا. سيادة العميد، ممكن تحدثنا عن أبرز الحالات اللي تواجهكم أو اللي ممكن تكون بها صعوبة، تواجهون صعوبة لربما في حلها أو الاستجابة السريعة لحلها؟ ممكن تحدثنا؟ الحوادث بعض الأحيان تكون اللي هي حوادث مركبة، يعني المواطن ننصحه أنه يكون من يتصل يكون يستجيب لاتصال أسئلة الضابط اللي يستفسر من عنده، أسئلة محددة، يحاول أنه ما يكون يخرج عن الموضوع ويركز في الأسئلة اللي يطلبها له، لأنه بعض الحوادث تدخل أكثر من جهة تخصصية تعالجه. يعني على سبيل المثال لما يكون حادث سير وبيه إصابات راح تحضر النجدة وراح تحضر المرور وراح يحضر إسعاف، فهذا راح يكون خلية عمل وحدة، أنه الضابط المسيطر اللي في مديرية الاستجابة هو راح يوجه كل هذه القوة. أيضا ننصحهم أنه ما يبالغون بوصف الحادث، يعني احنا المواطن هو العين الثالثة للوزارة فعلا، هو اللي يوصف لنا الحالة اللي بيها. من تكون مبالغة في الوصف راح يعني يوجه على نعتمد على محمل الجد احنا، فراح تتوجه قوة مبالغ فيها لتنفيذ وانقاذ حياة. لربما تكون الحاجة لربما تكون الحاجة لهذه القوات في مكان آخر في حالة أكثر طارئة، ممكن يعتبر بلاغ كاذب. يعني بلاغ كاذب أيضا. احنا كثير من الاتصالات اللي توصلنا توصل لغرض التجربة مثل ما هسه حضراتكم للتأكد. احنا ما نمنع مواطن انه يتصل ب 911 حتى يتأكد وتكون عنده الثقة بهذا الرقم. صحيح اكيد، هاي خطوة لكن بداية يعني. هذه بداية. هذا الاتصال يكون لمرة واحدة ممكن، واستفسار عن الخدمات اللي تدعمها هذه الوزارة العريقة واللي واسعة. لكن كثرة الاتصالات في أوقات الذروة راح تشغل الأجهزة الأمنية عن أداء مهامهم الحقيقي لحالات حرجة وحالات طارئة فعلا محتاجة لهذه الخدمة. وهذا يدخل في باب آخر، يعني في باب الإزعاج والمساءلة القانونية. تعرفون أنه في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 في مواد تحاسب المواطنين اللي يسيئون استخدام الاتصال بالأجهزة اللاسلكية والسلكية ويسيء إساءة للأجهزة الأمنية وإشغالهم عن أداء واجباتهم. أكيد. طيب سيادة العميد، خلي نحكي شوية عن الكوادر الموجودة في وزارة الداخلية. أكيد ما عندنا شك هي كوادر مؤهلة، عرفنا عن التقنيات المستخدمة. نعم، الكوادر عندنا احنا دخلوا بعدة مراحل، يعني الجانب الصحي والصحة النفسية والصحة الجسدية للعاملين يجب أن تكون على مستوى عالي. يعني احنا النظرة تكون بنظر جيد وسمع جيد ونطق جيد ويجيد اللغة
بطلاقة وبدون أي مشاكل لغوية عنده. أكيد. إضافة إلى ذلك يأخذ دورات عندنا في التحليل النفسي والتعامل مع المواطنين. تعرفين من الواحد يتصل هو مو مثل اللي يتواجه مع الشخص وجها لوجه، بعض الأحيان تعابير الوجه والإيحاءات تنقل جزء من الصورة والوصف. لكن باستخدام الهاتف أكو صعوبة بهذا الشيء، بما أنه 911 هو حلقة الوصل بين المواطن ووزارة الداخلية، فلازم تكون الموظف والضابط عنده المهارة اللي يجيدها حتى يتعامل مع المواطن بدون من يشوفه. فالصوت راح يكون واضح، وأيضا يهدئ من روعة في الحالات الطارئة. ربما يكون متعرض لضغط أو جانب ضغط نفسي من حال من شخص قريب من عنده، هو ما يقدر يوصف الموقف اللي بيه، ربما عنده اعتداء، لربما تعرض لابتزاز، لربما الشخص المعتدي عليه هو قريب من عنده يعني يتصل بالخفاء. فهذه الحالات يعتمد على ذكاء الضباط اللي دخلوا دورات كثيرة متقدمة. هذا ما يخص الجانب النفسي. أيضا الجانب الفني دربوا وعندهم إمكانيات كبيرة على استخدام أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، وأيضا استخدام الخرائط الرقمية واستخدام الحواسيب ونقل البيانات وإرسال البرقيات عبر الأنظمة الرقمية الإلكترونية. أكيد. من خلال كلام سيادتك نستنتج الكثير من عندنا نشاهد أفلام ومسلسلات تبين هذه الحالة الآلية مال الاتصال لرقم الطوارئ. هل ممكن أنه الضابط اللي يستجيب يوجه الضحية، نقدر نقول بتهدئته، إيجاد حلول سريعة قبل وصول القوات المختصة يعني؟ بالضبط. تدربوا الكوادر أيضا موجود بالنظام آلية إرسال إرشادات إذا كانت صحية وأمنية ونفسية وتوعوية. بعض الأحيان أنه ممكن شخص عنده طفل مختنق ينطي إرشادات صحية حتى للحين ما توصل سيارة الإسعاف. شخص متعرض للإصابة ينطي إرشادات للإسعافات الأولية من الصيدلية اللي موجودة بالبيت لحين ما توصل. أيضا في حال أنه متعرض إلى حريق أو اختناق، كيفية استخدام كمامات لعدم حتى يحافظ على المواطن أنه ما يتسمم بسبب الدخان. فكثير من الموضوع هذه هم راح نطرحها في اكو خطط مستقبليه عندنا في تطوير المنظومه. هو عندنا هذا السؤال ايضا راح يكون طبعا سياده العميد، لكن قبله حبينا نعرف يعني هيك عمل رصين من قبل وزاره الداخليه، هل كان هناك خلينا نقول تمويل من قبل منظمات خارجيه او هو فقط تمويل حكومي؟ طبعا المشروع من الالف الى الياء في عمل تم تنفيذه خلال فترة زمنية قصيرة وقياسية جدا، استغرق أقل من 11 شهر. كان هذا العمل الجبار بتمويل ودعم من قبل الحكومة الحالية حصرا، ولا يوجد أي ممول خارجي. أيضا حتى فيما يخص الأجهزة والبرامجيات والتقنيات كلها كان مدعومة دعم حكومي خالص في هذه الفترة القصيرة، وإشراف ومتابعة من وزارتنا ومعالي وزير الداخلية. كان هذا له الدور البارز في تنفيذ المشروع وتطويره ابتداء من البنية التحتية إلى البنية العمرانية، يعني البناء كبناء إنشائي يعني كمبنى. نعم. إضافة إلى الكوادر، إضافة إلى الأجهزة، البرامجيات، التطوير، كلها كانت في دعم خالص من الحكومة الحالية. نعم سيادة العميد، ممكن رسالة أخيرة من حضرتك تجاه المواطنين في موضوع رقم الطوارئ؟ احنا ننصح المواطنين أنه يستخدمون هذا الرقم فقط للحالات الطارئة والحرجة، أو بإمكان أيضا يستخدموه للحالات المشبوهة عندما يكون هو ملاحظ حالة مشبوهة. نعم. يقدر يبلغ عنها، ولا يستخدمه فقط للعبث أو لتحذير الأطفال من استخدام. تعرفون بعض الأطفال يستخدمون حاليا الهواتف الذكية والآيباد لمشاهدة اليوتيوب أو الأفلام الكرتونية. هذا الخدمة هي مجانية، فالطفل من راح يتصل على رقم الطوارئ راح فعلا يتصل، والضابط راح يستقبل الاتصال وياخذه على محمل الجد على أنه حالة طارئة. فيضطر يجي هنا دور الأهل في توعية أبنائهم أنه هذا الشيء تستخدم فقط في الحالات الحرجة.
إضافة إلى ذلك البرامج اللي تستخدم حاليا، احنا راح نطلق برامج تطبيق عين العراق. نعم. هذا تطبيق هاتف نقال راح ينزل قريبا ضمن خططنا المستقبلية، راح يسهل ويساعد المواطنين كثير على الاتصال ب 911 بسرعة بدون ما يحتاج أكثر تعقيد، وراح يختصر له الدور أنه ينطي كثير من الخدمات مثل ما وضحت لكم، الإرشادات الصحية والأمنية، وأيضا بخدمة أنه يرسل الحادث والمعلومة والبلاغ على شكل رسائل، يعني ما يحتاج يتصل. بعض الأحيان ما يقدر يتصل، ربما هو متعرض إلى ضغط أو هو متعرض إلى وعكة صحية وما يقدر يتحدث. صحيح. فبإمكان أنه يوصف الحالة الحرجة اللي بيها ويرسلها إلى 911. إضافة إلى ذلك كثير من الاستفسارات والمعلومات اللي هو يحتاجها بإمكان أنه يطلع عليها، راح يدلي التطبيق على أقرب مركز شرطة موجود على سكنه، وأقرب مركز دفاع مدني أو أطفاء، وأقرب مستشفى، وأقرب صيدلية خافرة. نعم. هذه استفسارات كثير من المواطنين تجينا خلال مختلف أوقات العمل، فالتجأنا إلى استخدام تطبيق سهل الاستخدام حتى يخفف العبء على المديرية. نعم. طبعا أكيد. يعني نتمنى كل التوفيق لحضراتكم وفي عملكم هذا. نعم. أكيد الذي يصب في خدمة المواطن بالأول وبالأخير إن شاء الله. وهكذا عمل يعني جهود مباركة جدا من قبل وزارة الداخلية بهذا العمل. نتمنى لكم كل التوفيق، وإحنا نشكر وجود حضرتك سيادة العميد ويانا، وهذا اللقاء الحصري لقناتنا. طبعا نشكرك للتوعية برقم الطوارئ 911. نشكر استضافتكم وحسن الاستقبال والوقت اللي أخذناه من عندكم، والهدف من عنده هو نقل المعرفة للمواطنين والتوثيق. أكيد. بركة جهودكم وشكرا جزيلا سيادة العميد. شكرا لك سيادة العميد. شكرا جزيلا.